ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض توميه. طبعا دي مفيش غنى عنها في رمضان وفي أي تجهيزات او عزومات. آه معانا كوبايه نشا، 3 كوبايات ميه، 5 معالق خل، معلقه كبيره، كوبايه زيت، كوبايه صغيره اهي. ماشي، معانا بتاع 8 فصوص توم وكوبايه زبادي. هنحط الاول النشا، بعد كده هنحط عليها الميه ونقلبها كويس. طبعا احنا بنحط الملح، انتي بتدوقيه حسب انتي بتحبي الملح ازاي. هنرفعهم على النار ونرجع تاني. يا جماعه كده النشا بعد ما خلصت من على النار تبقى بالشكل دوت. هنسيبها تبرد عقبال ما نهرس الثوم، ما نحطوش كده. طبعا بصوا هنا انا فرمت الثوم اهوت، ما تحطوش صحيح عشان ما يقرقش كده فيه. هنضرب دلوقتي النشا نبردها. هنحط عليها كوباية الزبادي، وهنحط الخل، والثوم، وهنضرب كل دوت مع بعضه. هنلم الجناب عشان نضربها برضه معاها. بصوا الجناب متكتله ازاي، كلها نشا. هنضربها برضك معاها. بس هنجيب الملح نضيفه وشويه فلفل. شويه الفلفل اهو، ما كترش الفلفل عشان ما يغمقهاش. وطبعا الملح دوت حسب الملح بتاعك انتي. يعني انا هنا كده حطيت معلقة صغيرة من ديت. طبعا هو المعيار بيختلف. وهننزل بالزيت واحدة واحدة. كده يا جماعة نبقى خلصنا، ويبقى معاكي احلى تومية في رمضان. بصي كريمي خالص، طعمها جميل جدا، زي اللي هي بتتباع بره او اللي هي بتبقى مع الاكل التيكاوي والحاجات ديت. بس دي حاجة نضيفة في البيت وحاجة مضمونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.